السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ نوارة. نترجى من الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اليوم غنقدم معكم طبق ديال اللحم بالبرقوق المشماش اللي كيجي رائع وزوين. دوزو نشوفوا الطريقة والمقادير ديال هذا الطبق. عندي هنايا 2 كيلو ديال اللحم، درت الثومه ودرت سكينجبير، خرقوم، 4 الحبات ديال قعقله، شويه د الملح، كندير زعفران شعره، وكندير عودات ديال القرفه. هنا ما غنديرش انايا الزيت، غنخلي حتى كتشحر ليا شويه تدخل ليا العطريه في اللحم، وعاد ديك الساعه غنضيف الزيت. كنضيف واحد الكاس ديال الماء وكنرد هادشي كامل كيطيب ليا فوق البوطه، ونرجع معكم من بعد ما يطيب ليا شويه، تقلى ليا اللحم وتدخل ديك العطريه ونرجع معكم. بدا كيتشحر ليا اللحم كما كتشوفوا، ديك العطريه بدات كتدخل فيه وكيطلق حتى هو داك الماء ديالو. دابا غنضيف له البصله، تقريبا واحد 4 ديال البصلات كبار. صافي كنضيف البصله وكنضيف واحد الربطه ديال الربيع، وكنضيف الزيت اللي كبيت دابا كما كتشوفوا، واحد 2 مغارف ديال الزيت. صافي كنخلي نخلط شويه وكنخلي كتدخل ديك البصله مع اللحم، وكنروي بالماء ونخليه كيطيب على المهل حتى يطيب ويعقد ليا، يولي اللحم بحال الشكل ديال التوليه الدغميره، بحال الشكل ديال المناسبات. من بعد ما عقدت ليا ديك المريقه ديالي كما كتشوفوا ما بقى ليها والو، تنضيف واحد راس معلقه ديال القرفه، وكنضيف هنا العسل. انا هنا درت عسل، تقدروا ديروا السنيده الا بغيتو. صافي كنحاول ما نحركش بزاف اللحم لانه صافي راه طاب مزيان، ولا العظم راه تعزل على اللحم. كنحرك غير بالمعلقه، وكنبقى ولا بالكاميله كنبدا ندور هكذايا بالطنجره. صافي كنخليه حتى كيزيد باقي شويه، يزيد يعقد بداك العسل كما كتلاحظوا، وديك القرفه كيتعسن وكيوقف على الزيت ديالو كما كتشوفوا. دابا غندوزو باش نقدموه ان شاء الله. كما كتشوفوا هو كيبقى يطيب حتى كيبقى على الزيت ديالو. ندوزو دابا باش نشوفوا التقديم النهائي ديال اللحم بالبرقوق والمشماش. الطبق النهائي ديال اللحم بالبرقوق هو هذا كما كتلاحظوا. هنايا بديت كنحطيت اللحم في الطبق، ودرت المشماش معسل والبرقوق كذلك، درت حتى البيض مسلوق. كما كتلاحظوا كيجي اللحم طايب وفتي على الزيت ديالو. كنزين حتى باللوز مقلي اللي سلقته فسختو وقليته، وهنا رافقتهم حتى كنضيف اللوز كما كتشوفوا. اللوز راه مقلي، وكنرافقو بالسفه. انا هنا السفه فورتها وزينتها بشويه ديال اللوز، وضفت عليها شويه ديال القرفه من الجناب واللوز مهرمش، درتهم في طبيصيلات كما كتلاحظوا. ما درتهاش بزاف باش اللي بغى ياكل غير شويه.
صافي غنحطها هي مع الطبق التقديم كما كتلاحظوا في الصورة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والى فيديو قادم ان شاء الله بالصحة والراحة.